السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهارده الموضوع اللي هتكلم فيه كمالة الموضوع اللي فات. اي ست بتعارض شرع ربنا انت بتشيلي ذنب. انت الشرع حللك يا اما توافقي ان انت تكملي يا اما تطلقي، ده اللي حقك فيه. لكن ان انت تقولي لا ما تتجوزش واللي يتجوز واحدة تانية لازم يطلقها وتروح تقتله والكلام ده ايه اللي احنا فيه ده يا جماعة؟ هو انت مين وانا مين؟ اي ست موجودة على وجه الكرة الارضية هي مين؟ هي احسن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني احنا فين؟ كل ست تقول لك لا انا جوزي يخش التراب ولا يتجوزش عليا، انا اموت جوزي وما يتجوزش عليا، انا مش عارفه اعمل ايه في جوزي وما يتجوزش عليا. ليه كده؟ ليه؟ طب ما انت حط نفسك في ان انت ممكن لا قدر الله جوزك ده يموت وتبقي مثلا ارمله وتبقي عايزه تتجوزي، والراجل اللي عايز يتجوزك ده يبقى متجوز، ساعتها هتقولي حرام؟ لا والله مش هتقولي حرام، ولا هتقولي قتله ولا اي حاجه، وهتوافقي ان انت تتجوزيه. الشرع شرع يا حريم، الشرع شرع يا بنات، الشرع شرع يا ستات. اي واحده تحط نفسها انها مكان انها يتنفذ الشرع ما تنفذوش، لا انت غلط. الشرع ده امر عليكي، امر عليك وعلى كل المسلمين، مفيش حد يتناقش في شرع. تمام. واحده بعتت لي بوست ان في واحده قتلت جوزها وقطعته علشان يتجوز عليها. هو ايه ده؟ هو ايه ده بجد؟ يعني تقطعيه تموتيه ازاي؟ يعني ربنا حرم قتل النفس وانت تروحي تموتي جوزك علشان فكر انه يتجوز عليكي؟ طب ما تشوفي انت مقصره في ايه. يعني دوري في نفسك كده، انت مقصره في ايه؟ ما هو الراجل ما بيروحش يتجوز الا لما يلاقي الست بتاعته مقصره معاه. شوفي جوزك عايز ايه، مش لازم تحبيه بطريقتك، لا لازم تحبيه بطريقته هو. شوفي هو بيحب ايه، ولازم هو كمان يحبك بطريقتك، يشوف انت عايزه ايه وبتحبي ايه. مش كل واحد بيحب على مزاجه وفجأة الدنيا تخرب وهي تكرهه وهو يكرهها والطلاق يحصل، يا اما القتل يحصل، يا اما هو يروح عايز يتجوز عليها وتموته. ايه ده يا جماعة؟ مش كده والله، ما كده. احنا عايزين نفكر بعقل شوية، ولو بقينا مع شرع ربنا والله ما هننضام، والله ما هنخسر حاجة. يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا الصحابة بيتجوزوا مرة واثنين وثلاثة لأن ده شرع. حد واحدة فيهم كانت بتقول له لا هقتلك ولا تموته ولا الكلام الفارغ ده؟ انتوا فين عقلكم؟ فين عقلكم أصلا؟ يعني أنا أعرف واحدة من أهالينا زمان، جوزها لما كان يتجوز عليها كان بيجهزوا الفطار هو ومراته على ما يقوموا من النوم. هما دول ما كانوش حريم؟ دول ما كانش عندهم كرامة؟ لا بس كان زمان كانت الناس تعرف شرع ربنا شوية، اما دلوقتي الله الوكيل ما حد عارف حاجه. يا جماعه احنا عايزين نفكر بعقل شويه. انا لا مع ولا ضد، انا مع الشرع بتاع ربنا سبحانه وتعالى. انا بقعد اقول كده جوزي اتجوز واحده واتنين طالما مقتدر ان انت تتجوز، بس اعدل، لا تخليها احسن مني ولا تخليني احسن منها، ولا خليه يطلقها ولا تخليه يطلقني. يا جماعه هي كده. اصل الست اللي تحط نفسها انها بتفهم، لا عايزه تكون تحس ان انت بتفهمي بالظبط. شوفي ربنا قال لك ايه، وانت ربنا هيرضيكي وهيرضى عنك وهيصلح لك حالك وهيخليه يحبك اكتر منها كمان. اعملي بشرع ربنا، بلاش كده، وبطلوا شويه ان انتوا تقتلوا في الرجاله والراجل يقتل في مراته. ايه ده ايه كميه القتل اللي بتحصل النهارده دي؟ والله العظيم انا بشوف حوادث. مش متخيله، بقول ربنا يسترها على اولادنا، ربنا يسترها على اولادنا. يعني العريس اللي هو كان مش عارفه منين، من امبابه ولا ما اعرفش منين، اللي عروسته اللي مراته قتلته دي. يعني كان بعد 4 5 شهور جواز وقتلته، واللي قتل مراته ما اعرفش فين. ايه ده؟ ايه كميه سفك الدماء دي؟ يا جماعه ده احنا هنتحاسب. ده انا بخاف اشوف فرخه تندبح، دي تقتل جوزها وهو يقتل مراته. ايه ليه؟ عشان ايه؟ وحادثه برضو من يومين، واحده قتلت جوزها وكانت لسه متجوزه بقى لها 84 يوم، وبتكلم لي واحد تاني على النت. ايه قله الادب دي؟ يا جماعه احنا عايزين نفوق شويه، احنا عايزين نرجع لربنا شويه. بقى ما عادش في الدنيا حاجه، احنا بقينا كل الحاجات الوحشه بقينا بنعملها. هو ان لم تستحي فافعل ما شئت، طالما الحياء اتمنع خلاص. فما ينفعش كده، ما ينفعش كده. يا امهات ربوا بناتكم على انهم يبقوا ستات بيوت، الست ست والراجل راجل. لو حتى جوزك مقصر معاكي او بيعاملك مش كويس، انت بايدك تخليه يعاملك كويس. وواحده واحده 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 بطلوا سفك في الدماء بقى، كفايه كده.
وما تزعلوش مني ان انا بقول والله العظيم انا خايفه على بيوت المسلمين. احنا بيوت المسلمين ما كانتش كده، بيوت اهالينا ما كانتش كده. احنا كانت بيوتنا عمرانه بالفرحه وبالحب وبذكر الله وبالطاعه. كانوا اهالينا يقولوا لنا عيب حرام ما تعمليش كذا، لا البسي كذا ما تلبسيش كذا. ايه اللي احنا وصلنا له ده النهارده؟ ده العيله ما بتحترمش امها، والعيل ما بيحترمش امه. ليه؟ ايه الفجوات اللي احنا بقينا فيها دي؟ ارجعوا لربنا يا جماعه شويه، ارجعوا لربنا وقولوا لاولادكم يرجعوا لربنا شويه. ماشي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.